عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي بجد. النهارده فيديو جديد، والفيديو بتاع النهارده بقى عايزه اقول لكم طلب مني كتير قوي بجد. مش عارفه اقول لكم قد ايه طلب مني. كل الكومنتات عايزين نصايح لاولى ثانوي، عايزين نصايح لاولى ثانوي، فانا قررت بقى النهارده ان انا هعمل لكم الفيديو بس مش لاولى ثانوي بس. الفيديو بتاع النهارده هيكون نصايح لاولى وثانيه ثانوي، اكيد مش هنزعل ثانيه ثانوي يعني، ونعمل لهم هم كمان نصايح. وكلام مهم جدا النهارده في الفيديو ده. عايزه اقول لكم ان انا بجهز للفيديو ده بقالي كام يوم كده، وبحضر لكم حاجات كتير وكاتباها هنا زي ما انتم متعودين، اي حاجه بكتبها هنا بحيث ان انا ما انساش اي نقطه صغيره كده اتكلم معاكم فيها. في البدايه كده حابه ان انا اشكر كل الناس اللي كتبت لي كومنتات على الفيديو اللي فات، وكل الناس اللي شافت الفيديو اللي فات اللي هو ده. عايزه اقول لكم بجد شكرا ليكم قوي. وشكرا لكومنتاتكم. بس عايزه اقول لكم بقى ان بجد انا يعني زعلانه ان انا بعمل الفيديوهات، وبجد بحس ان مفيش مشاهدات عليها خالص ولا لايكات ولا اي حاجه زي الاول. لو بجد كان في تفاعل اكتر من كده على القناه كنتم مشجعيني جدا، فانا بصراحه مش عارفه ايه السبب. فمش عارفه، ممكن يكون مثلا مش بيوصل اشعارات ان الفيديو نازل او كده. فلو انتم مش بيوصلكم اشعارات يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت تلغوا الاشتراك بتاع القناه وتعملوه تاني وتفعلوا الجرس على الكل، عشان اول ما انزل الفيديو يجي لكم الاشعار على طول. لان بجد في ناس ممكن يكون مش بيجي لها الاشعار، وبجد حاسه ان انتم نسيتوني يعني، ونسيتوا الفيديوهات ونسيتوا كل ده. فبجد دي حاجه مضايقاني قوي ان انا بصور فيديوهات وبنزلها ومفيش ناس كتير قوي بتشوفها يعني زي الاول. فانا بصراحه مش عارفه. المهم مش عايزه اغير معاكم كتير، بجد شكرا لكم كلكم، بجد فرحتوني بكلامكم الحلو ده. ولو انتوا لسه ما شفتوش الفيديو هسيب لكم اللينك في اول كومنت مثبت، انزلوا بسرعه روحوا اتفرجوا على الفيديو لانه بجد هيفرق معاكم جدا. مش عايزين نرغي كتير النهارده بقى. الفيديو زي ما قلت لكم نصايح لاولى وثانيه ثانوي، وفي اخر الفيديو كمان هقول لكم ازاي بفتح يوتيوب من على التابلت، وكمان في نصيحه مهمه جدا وكلام مهم لثانيه ثانوي عشان ازاي يساعدوا ثالثه كده، وحاجات مهمه قوي. فبس تابعوا معايا الفيديو بقى وهقول لكم كل حاجه بتدور في دماغكم. يلا بينا. انا في الفيديو ده ناويه ان انا اكلمكم واحكي لكم عن تجربتي كامله في اولى وفي ثانيه ثانوي، وهحكي لكم كمان عن حاجات مهمه جدا بالنسبه للنظام الجديد، وهكلمكم في حاجات كتير. انا الاول عايزه اجهز الصفحه على الكلام اللي انا مجهزاه اهو. ده الكلام اللي انا جهزته والنقط اللي انا عايزه اتكلم فيها معاكم. بصوا يا جماعه، اول حاجه انا عايزه اكلمكم فيها وهي تجربتي في اولى ثانوي. دي يعتبر انا هكلمكم فيها كبدايه كده عشان افهم كل حاجه. انا اول حاجه يا جماعه كنت ثابته مع مدرسين في البدايه عادي خالص. حجزت مع مدرسين ورحت معاهم الكلام ده كله. بس انا كنت بخاف قوي ان المدرس يكون مثلا انا ما بفهمش منه بسبب يعني. بصوا انا اول ما دخلت اولى ثانوي طبعا لقيت الاعداد كتير جدا في الدروس كلها، ما كنتش باخد اونلاين. انا كنت باخد في سناتر في اولى وثانيه ثانوي، ما اخدتش اي حاجه اونلاين. وفي ثالثه انا كنت بس محاوله في الاخر كده الجيولوجيا حولتها في الاخر اونلاين وما كنتش بنزل سنتر. المهم فانا في اولى وثانيه ثانوي كنت باخد كل دروسي في سنتر، ولقيت الاعداد كتير قوي قوي بجد. فكنت حاسه في البدايه ان انا مش فاهمه بسبب ان الاعداد كتير، وخايفه ان انا اسال والكلام ده كله. فطبعا دي كانت حاجه مضايقاني. المهم ان انا كنت في الكيمياء باخد مع مستر في اول ترم، وبعد كده لقيت درجاتي مش كويسه في الكيمياء، فاضطريت ان انا احول في ثاني ترم لمدرس تاني. وهو كان ما عندوش اعداد كتير قوي بالنسبه للمدرس اللي انا كنت باخد عنه، بس بصراحه شرحه كان كويس وكنت بفهم منه. بس كانت مشكلتي معاه ان هو بطيء قوي وهو بيتكلم، فبجد كنت يعني كانت حاجه معصباني. بس يعني ما كانتش مشكله قد كده، وعديت الدنيا ومشيت الدنيا وكملت مع المستر لحد يعني لحد السنه ما خلصت. بجد يعني انا استفدت ان انا او من التجربه دي ان انا حولت وما كنت خايفه، فلا ان انا خدت الخطوه وحولت من المدرس ده للمدرس ده. فبجد دي حاجه فادتني. لكن في ناس فعلا بتفضل ثابته مع المدرس وبتخاف وتقول طب انا ممكن اروح التاني يطلع اوحش منه. فبجد لا. انا نصيحتي لكم في اولى تانية دي بتبقى تجارب يعني، لازم انت تجربي وتشوفي مدرسين والكلام من ده. ففي حاجه كمان عايزه اكلمكم فيها، ان في ناس بتيجي تقول انا في اولى وثانيه دي مش هذاكر عشان خاطر اخلي المذاكره كلها لثالثه ثانوي. عايزه اقول لكم ان الكلام ده بنسمعه كتير جدا، ومن ناس كتير قوي بتقول الكلام ده، وبنسمعه كلام كده متداول يعني، ان هو انا ما ذاكرش في اولى وثانيه وذاكر في ثالثه عشان يبقى شايله كده كل الطاقه اللي جواكي للمذاكره والكلام ده كله. كان في مدرس قال لنا برده الكلمه دي، كنا احنا في ثانيه ثانوي فقال لنا الكلمه دي، فقام قايل يا جماعه انتوا بتيجوا في ثالثه ثانوي مش هو زرار هتدوسوا عليه تلاقوا نفسكم بتذاكروا جامد بقى مذاكره الدحاحين والكلام ده. هتيجوا في ثالثه ثانوي هتلاقوا نفسكم اصلا انتوا نسيتوا طريقه المذاكره اللي كنتوا بتذاكروها، نسيتوا حاجات كتير جدا، اللي انتوا بالتالي كنتوا انتوا راكنين المذاكره في اولى وثانيه، او كنتوا بتقروا كده الكلام على الماشي وخلاص كده ايه وذاكرنا. فانت تيجي في ثالثه طبعا المذاكره دي مش هتمشي معاكي، فلازم بقى تذاكري بالورقه وبالقلم وتذاكري بكل حاجه، ما تسيبيش حاجه ما بين السطور والكلام ده كله. فهتيجي في ثالثه بالتالي مش هتبقي عارفه تعملي كده، فبالتالي هتبقي ضيعتي نفسك الثلاث سنين. فدي كان مدرس قال لنا كده، وبجد انا اقتنعت جدا بكلامه، وشايفه فعلا ان هو عنده حق. ان انا ما ينفعش ان انا اقول اولى وثانيه دي انا مش هذاكر فيها واذاكر في ثالثه، مفيش حاجه من دي يا جماعه. ده غير اصلا ان ثالثه فيها من اولى وثانيه والحاجات تراكميه. اللي هيقول غير كده لا. النحو تراكمي، البلاغه تراكميه، بجد كل حاجه تراكميه، بجد بجد الجرامر والكلمات كمان تراكميه. فمفيش حاجه اسمها انا هذاكر في ثالثه بس واولى وثانيه لا، كله معتمد على بعضه يا جماعه. فدي حاجه مهمه جدا كنت عايزه اكلمكم فيها في البدايه كده. تاني حاجه بقى وهي اختار علمي ولا ادبي. بصوا يا جماعه، ما ينفعش حد يقولك تختاري علمي ولا ادبي، لان انت اللي بتكوني يعني شايفه نفسك في المواد ديت او في المواد دي، او طبعا على حسب الكليه اللي انت نفسك فيها والكلام ده كله. فانت يعني كلنا بنبقى في اولى ثانوي بندرس المواد كلها، وانت على حسب بقى مستواكي، على حسب انت حبيتي الماده بتدرسي كل المواد، وانت اللي بتختاري بقى تخصصك، حابه تخصصي في المواد العلميه ولا في المواد الادبيه.
وكمان لو انت كويسه في الرياضه فبتتخصصي في علم رياضه لو انت حباها، فدي بتبقى حاجه بناء على ان انت شاطره في المواد دي ولا لا، حباها ولا لا، او الكليه اللي انت عايزاها. فده بيكون طبعا انت اللي تقدري تختاري، ما ينفعش حد يقولك. بس بالنسبه لي انا ما اقدرش اقولك طبعا الادبي اسهل من العلمي والكلام ده كله، والناس اللي بتقول كده مفيش حاجه اسمها كده. كل التخصصات صعبه وكل مجال وفي يعني حاجات صعبه وحاجات سهله، حتى في الكليات يا جماعه مفيش كليه صعبه وكليه سهله، كله صعب وكل حاجه. يعني مفيش حاجه دي ده اسهل من ده، مفيش الكلام ده كله، طالما هو دراسه وتعليم فكله زي بعضه. فدي كده عشان نكون يعني خلصنا من نقطه علمي ولا ادبي او اختار ايه او الكلام ده كله. تالت حاجه بقى انا مجهزاها هنا وهي نقطه التابلت، بس انا هسيبها في الاخر عشان اجيب التابلت واقول لكم انا ازاي بفتح على اليوتيوب، وهكلمكم برضو عن ازاي تستغلي التابلت والكلام ده كله. بعد كده بقى النقطة اللي بعدها وهي سنتر ولا اونلاين. بصوا يا جماعة انا اتكلمت عن نقطة الاونلاين دي في الفيديو اللي فات، فلازم قبل ما تاخدي خطوة وقبل ما تقرري ان انت تاخدي سنتر ولا اونلاين لازم تشوفي الفيديو ده، لان بجد هيفرق معاكي كتير قوي في حاجات كتير. ولو اتفرجتي على الفيديو وحسيتي من الفيديو كده ان انت مش حاسه نفسك هتمشي في الاونلاين، او حاسه مثلا ان الموضوع هيبقى صعب عليكي ان انت تحولي، ويا جماعه ما ينفعش تحولي كل المواد اونلاين، انا قلت لكم كده في الفيديو اللي فات ما ينفعش تحولي كل المواد بتاعتك اونلاين، لازم ماده واحده، لان انت مش متعوده تحولي، يعني مش متعوده ان تاخدي دروسك كلها اونلاين، وممكن تحسي بقى ان انت هتراكمي عليكي لان كل الدروس اونلاين وكده. فجربي الاول في ماده لقيتي نفسك ماشيه فيها، بعد كده حاولي زي ما انت عايزه. فبالنسبه لنقطه السنتر والاونلاين دي انا اتكلمت عنها باستفاضه كده في فيديو طويل، سايبه لكم اللينك بتاعه زي ما قلت لكم في اول كومنت مثبت. بعد كده بقى هكلمكم عن افضل الكتب. بصوا بقى انا هكلمكم عن افضل الكتب في كل المواد. اول حاجه العربي، كتاب الامتحان طبعا. انا يا جماعه بحب كتب الامتحان وكنت بستخدمها من اعدادي كمان، فكتاب الامتحان حلو جدا وبتبقى الاسئله بتاعته يعني اقرب ما يكون في الاسئله الامتحانات اسئله الامتحان بتاع اخر السنه، بتبقى الاسئله جايه اقرب ما يكون من كتاب الامتحان لما تدربي على الاسئله والتدريبات والحاجات دي كلها، فطبعا افضل كتاب الامتحان مفيش كلام يعني. بالنسبه بقى للانجليزي فطبعا كتاب المعاصر ممتاز، والرياضه برضو كتاب المعاصر حلو قوي، احياء وفيزياء وكيمياء كتاب الامتحان، وتاريخ وجغرافيا برضو كتاب الامتحان، والفلسفه برضو كتاب الامتحان. بجد كتاب الامتحان ممتاز في كل حاجه، وبصراحه كشرح وكحل كتاب ممتاز جدا. وانا برضو كنت قايله لكم عليه قبل كده في الفيديو بتاع ثالثه ثانوي وتجربتي في ثالثه ثانوي والنصايح والحاجات دي كلها، برضو كنت قايله لكم على كتاب الامتحان، فبجد هو كتاب ممتاز جدا. فده بالنسبه لافضل الكتب. عايزه بقى اتكلم معاكم باستفاضه كده على النظام الجديد والاسئله بقى اللي بتيجي عجيبه دي، واللي هو احنا الاسئله جايبينها من كوكب تاني وازاي بتتحل، والناس اللي بتقول الاسئله بتيجي من بره المنهج والكلام ده كله انا سمعته وانا داخله اولى ثانوي. عايزه اقول لكم بقى ناس كتير قوي قعدت تقول الكلام ده قدامي، وكنت بجد خايفه يعني وانا في ثالثه اعدادي كده كانوا بيقولوا بقى ان ثانوي ده حاجه فظيعه كده، وان الاسئله بتبقى صعبه بالذات على النظام الجديد ده يعني. فبجد انا كنت خايفه جدا، كنت خايفه من نظام البابل شيت والحاجات دي كلها. وكمان لما عرفت ان انا همتحن على التابلت فقلت ايه ده، هو انا همتحن على التابلت ازاي، وكان في كمان اسئله مقالي، فبجد انا كنت مش عارفه يعني، انا دماغي كانت متشتته بكذا حاجه. فبصراحه انا مش عارفه طبعا نظام الامتحان بتاعكم هيكون عامل ازاي، لان كل سنه بيبقى في حاجات جديده وقرارات جديده بتتغير، وكل سنه بتبقى غير اللي قبلها. فانا بصراحه ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش اتكلم عن نظام الامتحان بيبقى عامل ازاي، كل سنه مختلف عن اللي قبلها. بس انا هكلمكم عامه الاسئله بتبقى عامله ازاي، لان الاسئله بتبقى فكره واحده عامه، كل سنه بيغيروا حاجات بسيطه جدا. اول حاجه عايزه اقولها لكم يا جماعه، الاسئله ما بتجيش من بره المنهج، لان في ناس كتير كتبت لي في الكومنتات هو فعلا الاسئله بتيجي من بره المنهج. جماعه بجد الاسئله مش من بره المنهج ولا اي حاجه، بس الفكره كلها ان الاسئله بتيجي محتاجه تفكير ومحتاجه حد فاهم مش حافظ، محتاجه حد فاهم منهجه ده كويس جدا. يعني انا محتاجه اكون فاهمه كتاب الاحياء ده مش حافظاه، طبعا الحفظ ده مهم جدا عشان اعرف ان انا احل الاسئله المقاليه كمان، لان هي محتاجه تكون انت حافظه، بس برده الفهم اهم بكتير قوي في النظام ده من الحفظ. لازم اكون فاهمه، لان الاسئله دايما بتيجي ما بين السطور كده، وبيبقى محتاجه حد فاهم كويس قوي هو بيدرس ايه، بيجيب لك السؤال بطريقه مش مباشره بحيث ان هو يخليكي تلفي حوالين نفسك وتاخدي وقت طويل قوي لحد ما تجيبي له الاجابه. فبجد لو هتكلم معاكم بصراحه، هو النظام ما اقدرش اقول عليه ان هو وحش، هو محتاج تشغيل دماغ ومحتاج ناس بتشغل دماغها كويس قوي، فمش هقدر ان انا اقول لكم هو وحش او حلو الا لما انت طبعا تخشي وتجربي. بس ما تخافوش خالص يا جماعه، بدليل ان كلنا عدينا من النظام وعدينا في ثالثه ثانوي ونجحنا الحمد لله. طبعا يعني ده بيبقى نصيبك طبعا لو انت حققتي حلمك ودخلتي الكليه اللي انت عايزاها، بس انا بجد مش عايزاكم تخافوا خالص. النظام مش حاجه مستحيله مثلا ان انت تعدي فيها ولا تنجحي، والاسئله يا جماعه مش من بره المنهج عشان بس ما تخافوش، مفيش حاجه اسمها الاسئله من بره المنهج، الاسئله بتاعتك من المنهج بس بطريقه مش مباشره، بحيث ان هو تخليكي يعني تبقي قاعده في اللجنه كده بتعصري دماغك كلها بحيث انت تطلعي الاجابه. والاجابه طبعا يعني بصوا انا معاكم ان الامتحان مش من بره المنهج، بس الامتحان بيبقى محتاج وقت كبير كبير قوي عشان تخلصيه، بجد دي حاجه بقى يعني كلنا متفقين عليها، الامتحان فعلا بيبقى محتاج وقت كبير عشان تخلصي الامتحان. فده النقطه بتاعه النظام الجديد والاسئله بره المنهج والكلام ده كله، مش عايزاكم تشتتوا نفسكم خالص. النقطه اللي بعد كده بقى ودي من اهم الحاجات الاساسيه، طبعا يا جماعه انت ممكن تستغني عن الدروس اللي بره وتذاكري اونلاين او تذاكري يوتيوب، طبعا طبعا جدا كمان. انا بس ما يعني ما كنتش اعرف بصراحه اونلاين ولا اي حاجه عن الكلام ده لان انا في اولى ثانوي، بس طبعا تقدري ان انت تذاكري يوتيوب او اونلاين، وفي مدرسين كويسين جدا على اليوتيوب. انا هكلمكم بالنسبه للمدرسين على اليوتيوب اللي انا عارفاهم، وفي مدرسين تانيين لمواد انا مش عارفاها بس انا بحثت وجبت لكم احسن مدرسين برده، يعني اكيد مش هسيب المواد كلها، لازم اجيب لكم مدرسين فيها. فانت طبعا بتشوفي المدرسين، انا سايبه لكم لينكات في صندوق الوصف، خشوا واتفرجوا على
المدرسين وشوفي المناسب معاكي، ممكن ما تفهميش منه ممكن تفهمي منه، دوري هتلاقي فيديوهات كتير لمدرسين كتير وشوفي انت هتفهمي منهم ولا لا. انا قسمت لكم كده المدرسين طبعا مواد علميه، مواد ادبيه واللغات. هكلمكم اول حاجه عن المواد العلميه. اول حاجه الكيمياء، مستر خالد صقر، طبعا شرحه ممتاز ممتاز، انا كنت بتابعه في ثالثه بس هو طبعا بينزل فيديوهات الاولى والثانيه والثالثه شرحه حلو قوي. تاني حاجه الفيزياء، مستر محمد سمير في قناه الخطه التعليميه، شرحه ممتاز طبعا. وطبعا لو انتم مش يعني عايزين تتابعوا مدرس مشهور او كده، مستر حسام خليل، بس بصراحه انا ما كنتش بتابع معاه. تمام، هو كويس وكل حاجه، بس انا كنت بفهم من مستر محمد سمير اكتر. الاحياء طبعا دكتور محمد ايمن ودكتور احمد الجوهري. رياضه مستر لطفي زهران، ده انا سمعت ناس كتير قوي بتتكلم عنه وان هو شاطر في الرياضه، بس بصراحه انا برده ما كنتش بشوف ولا بتابعه. بعد كده المواد الادبيه، ننتقل تاني حاجه بقى. وعندنا في المواد الادبيه تاريخ، جغرافيا، فلسفه. التاريخ مستر عطا زكي، والجغرافيا قناه السلطان، والفلسفه محمود عبد الكريم. تمام، طبعا انا ما كنتش بتابع اي حاجه من الثلاثه، لان انا ما كنتش بتفرج في اولى ثانوي على المواد الادبيه اصلا ولا اي حاجه، وانا طبعا كنت علمي علوم، فانا ما كنتش يعني بذاكرهم على اليوتيوب، انا كنت زي ما قلت لكم بذاكر لوحدي. اللغات بقى، الانجليزي مستر ابراهيم فريد، ده انا كنت بشوفه في ثالثه ثانوي بجد كان حلو قوي. وكمان في قناه اسمها دروس اونلاين. والعربي مستر محمد صلاح، وطبعا في كمان مستر رضا فاروق، مش عارفه بصراحه هو نزل اولى وثانيه ولا لا، بس تقريبا هو بينزل اولى وثانيه. بس مستر رضا فاروق انا ما كنتش بتابعه بصراحه، انا كنت بتابع مستر محمد صلاح، بجد شرحه ممتاز وحلو قوي. فده بالنسبه لافضل المدرسين انتم ممكن تتابعوهم على اليوتيوب، وممكن طبعا تستغنوا عن الدروس وتذاكروا يوتيوب، يعني لو انتم حابين توفروا وقت وفلوس وكل حاجه، بس بلاش يعني تستغنوا عن كل المواد مره واحده، ممكن ماده مادتين يعني بالكتير قوي، بلاش كل المواد مره واحده عشان انت ممكن ما تلتزميش او كلام من ده. فحاولي كده تقعدي مع نفسك وتفكري وتشوفي انت هتعملي ايه قبل ما تاخدي اي خطوه، لان بجد الخطوه يعني الخطوه انت ممكن تجربي في اولى ثانيه، بس في ثالثه الخطوه بفلوس بجد، فمش عايزين نغلط ابدا ابدا. بقى النصيحه اللي انا قلت لكم هقول عليها في الاخر الفيديو لتانية ثانوي، عايزه اقول لكم حاولوا من بدايه كده الترم التاني او في اخر الترم التاني، حاولوا ان انتوا تستعدوا على قد ما تقدروا لثالثه ثانوي. جربوا كل المدرسين، قرروا انتوا هتخشوا علم علوم ولا علم رياضه. من اول تانية كده قرري، ادي لنفسك الفرصه. ما تحكموش على نفسكم بدرجات الامتحانات بتاعه الدروس ان انت تخشي علم رياضه ولا علم علوم. ادي نفسك الفرصه في رياضه، انا عارفه ان في ناس كتير قوي مش بتحب الرياضه، بس ادي لنفسك الفرصه وقرري وشوفي انت حابه تخشي في انهي قسم او انهي مجال يعني. وزي ما قلت لكم كده جربي كل المدرسين عشان ما تجيش في تالتة وتقولي انا عايزه احول او عايزه اشوف مدرس تاني او الكلام ده، بجد بتشتتي نفسك. تالتة دي محتاجه تركيز، محتاجه انت تكوني ثابته مع مدرس واحد وماشيه معاه طول السنه، لان كل مدرس بيكون ليه نظام. وتالتة انا مش عايزاكي تشتتي نفسك خالص، فدايما حاولي من تانية ثانوي كده تبداي انت تدربي نفسك لتالتة، وتحاولي من بدايه الترم التاني كده ان انت تقرري خلاص انت داخله علم علوم ولا علم رياضه. وكمان تحاولي ان انت تجربي كل المدرسين وتختاري المدرسين اللي انت هتفضلي معاهم في تالتة، في عربي بقى، في انجليزي، في اي ماده. فبس دي النصيحه اللي انا كنت حابه اقولها لكم. تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم انا ازاي بفتح اليوتيوب على التابلت، وكمان هقول لكم حاجه بسيطه كده عن التابلت. يلا بينا. بصوا كده التابلت اهو، انت بتفتحي التابلت عادي، وبتدوسي هنا على جوجل كروم، ماشي، بيفتح معاكي الشكل ده. فهتدوسي هنا في السيرش فوق، هقول لكم يعني الطريقه دي انا كنت قايلها لكم قبل كده كتير، بس يعني هقولها تاني عشان اللي ما شافهاش. بتكتبي الرقم ده، بصوا الرقم ده بتكتبيه، انا قافله لكم الفلاش عشان تشوفوا. ده الرقم اللي بتكتبيه فوق هنا في السيرش، فانا هدوس عليه اهو اهو، وهعمل اهوت سيرش. فدي الصفحه اللي هتطلع، بيطلع الاختيارات دي، فهتدوسي يوتيوب اهو. بعد كده بتنزلي دي بقى كده، وبتدوسي accept all. بس وبتيجي هنا في السيرش وبتكتبي الفيديو اللي انت عايزاه، مثلا هكتب اهو ظهرت القناه، وهشغل مثلا فيديو اهو مثلا. تدوسي هنا عادي، دي بيعمل ريفرش يعني اهو بس، والفيديو اشتغل عادي. وكمان ممكن تكبري الفيديو، لان في ناس بتقول الفيديو مش في طريقه تانية كده انا مش عارفاها بصراحه، بس الفيديو بيبقى بالطول اهو. بصوا الفيديو بالعرض اهو عادي، تقدري بقى تشغلي المدرسين اللي انت عايزه تتفرجي عليهم كلهم وكل حاجه. وانا بس قافله صوت عشان تسمعوني بس كده. فدي الطريقه اللي انا بفتح عليها اليوتيوب على التابلت، وبجد حلوه قوي. النقطه بقى اللي انا عايزه اكلمكم فيها يا جماعه، وهي ان انت حاولي قد ما تقدري تستغلي التابلت ده في المذاكره وفي الدراسه. دي حاجه يعني هم موفرينها لنا، فتحاولي قد ما تقدري تستغليها من اول ما تاخديها، من اول يوم كده. وبجد بجد انا عايزه اقول لكم المذاكره على اليوتيوب يا جماعه مش وحشه، المذاكره على اليوتيوب حلوه، بتوفر لك وقت ومجهود وفلوس، بصوا حاجات كتير قوي. فلو انت عايزه تذاكري على اليوتيوب بجد انصحكم جدا. وطبعا هتذكر المدرسين كلهم وافضل الكتب وكل حاجه. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.